الخبز ده من أحلى أنواع الخبز اللي ممكن تدوقها في حياتك. خبز عندنا في مصر يعني عيش، يعني عيشة، يعني حياة. عشان كده النهاردة قررت نعمل العيش الفلسطيني، خبز الطابون. الطابون ده بقى ليه قصة هحكيها لكم كمان شوية، بس تقدروا تقولوا إن هو عامل زي العيش البلدي الفلاحي بتاعنا. بيتعمل منه أكلة من أشهر وأحلى الأكلات اللي ممكن تاكلوها في حياتكم، المسخن الفلسطيني. تحية كبيرة للمسخن. وكمان بيستخدموه في الغموس، يعني شوية لبنة وزيت وزعتر، يا سلام على كده. استغربت كلمة خبز الطابون، فلما دورت لقيت ان الطابون ده هو الفرن اللي بيتعمل فيه العيش نفسه. فرن عادي كده زي بتاع ستي وستك في الفلاحين، معمول من الطين، بس اللي بيميزه جدا ان العيش بيتسوى فيه على الزلط السخن او الحجار السخنة. طبعا الحجار السخنة مع الدخان اللي طالع من الفرن بيخلي خبز الطابون الأصلي يعني ليه طعم مميز ومختلف، والحجارة كده بتدي شكل عليه. بس احنا بقى هنعمله في البيت النهاردة من غير طابون، بأسهل وأبسط طريقة، وبأكيد أكيد بأحلى طعم إن شاء الله. هنعمل كده مقدار صغير قد نص كيلو من الدقيق، يعني 4 أكواب معيارية من دقيق الخبز، ومعاهم كوبايتين من المية الدافية، ممكن ما نحتاجهمش كلهم، يعني كده هنشوف على حسب حاجة العجين. ونص معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة كبيرة من الخميرة، يعني معالق كبيرة ممسوحة. دي المكونات الأساسية، ممكن نزود عليها المكونات اللي هقولكوا عليها دي، ده اختياري. معلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقتين كبار زيت زيتون، ومعلقة صغيرة من السكر عشان تفاعل الخميرة. ده مقدار المية اللي أنا هستخدمه، باخد كده جزء منه كده بسيط، وهحط فيه الخميرة والسكر ونقلبهم كويس ونركنهم على جنب، علشان أتأكد إن الخميرة بتاعتي شغالة ونشطة. أول كده ما تعمل فقاقيع كده وتكبر يبقى هي كده شغالة. طبعا لو أنا متأكدة من الخميرة بتاعتي وبستخدم خميرة فورية بضيفها على طول هي والسكر مع الدقيق. هضيف كمان الملح واللبن البودرة، ونقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض عشان يتوزعوا كويس مع الدقيق. نعمل كده حفرة في النص، ونجيب الخميرة بتاعتنا اللي هي زي ما انتوا شايفين كده بقت بافي وجميلة وخمرانة حلو، نحطها في النص، وما تسيبوش بقى ولا فتفوتة من الخميرة. ونزود بقى المية بالتدريج، هوريكم بالظبط دلوقتي القوام اللي انا محتاجة ان انا اوصل ليه يعني في العجين. والمية لازم تكون دافية، خصوصا في البرد اللي احنا فيه ده، علشان الخميرة بتاعتي تنشط وتتفاعل. في البداية بقلب بالمعلقة كده، وأول ما بحس إن الدقيق بدأ يقل خالص كده أقوم شايلة المعلقة، خلاص كده أدت دورها شكرا، وانزل بإيدي بقى علشان أحس بقوام العجين كويس، لكون بضيف مية قليلة ولا مية كتير. تقدروا طبعا تستعملوا العجان بتضيفوا المية كده بالتدريج وانتوا بتعجنوا، لكن انتوا عارفين أنا بحب جدا إن أنا أعمل بإيدي. في العجن المعيار الأصلي والأضمن هو عينينا، يعني نشوف بالحواس كده بإيدينا وبنظرنا القوام بتاع العجينة، هل هو مظبوط، محتاج مية ولا زودنا مية. المهم ان ده القوام اللي انا عايزاه، تكون العجينة بتلزق بالطريقة دي كده. انا في الحالة دي ما استعملتش كل مقدار المية بتاعي، وده هيفرق طبعا من نوع دقيق للتاني وعلى حسب الجو اللي انتوا فيه. اهم حاجة ان العجينة بتاعتي تكون بتلزق وطرية جدا. هركنها على جنب، مش هعجنها دلوقتي علشان هي بتلزق قوي، فلما بغطي العجينة واركنها ترتاح 10 دقايق ربع ساعة، ده بيسهل عليا عملية العجن جدا جدا وبيريحني. طول ما انا هعجن لو حسيت ان انا ايدي تعبت ممكن اغطيها واسيبها على جنب شوية وارجع اكمل عجن فيها. هنضيف الزيت بقى في المرحلة دي، وعلشان العجينة بتاعتنا بتلزق قوي فأحسن حاجة إن يكون جنبنا كده طبق فيه مية نبل إيدينا فيه كل شوية، علشان الإيد المبلولة ما بتلزقش فيها العجينة خالص. نبدأ بقى نلت ونعجن بالشكل ده، ألف العجينة وألف الطبق برضو وأنا بعجن، علشان تتعجن كويس من كل الجوانب. وكل ما تحسوا إن إيديكم بدأت تلزق نقوم نبل إيدينا تاني في المية، ودي أحسن طريقة نتعامل بيها مع العجينة اللي بتلزق بالشكل ده. بالعجان ممكن نعجن حوالي 7 دقايق 5 دقايق. بالإيد بقى كل ما نحس إن احنا تعبنا نريح ونكمل تاني، مش تاخد مننا مجهود لحد لما تبدأ العجينة تلم كده. هغطيها وهسيبها في مكان دافي لمدة ساعة أو لحد لما يتضاعف حجمها وتخمر كويس. بصوا ما شاء الله شكلها يجنن، خمرانة ومليانة فقاقيع على الآخر، ما يعني منفوخ لآخرها. دي أحلى حاجة في العجين، شكله وهو خمران كده والتعامل معاه. المهم إن هي العجينة عشان بتلزق قوي هنرش رشة محترمة كده من الدقيق على الوش، لازم عشان نعرف نتعامل معاها. ننزل فيها بإيدينا كده ونقسمها ل4 أجزاء قد بعض، حاولوا كده بالنظر يبقوا قد بعض بالشكل ده كده.
ده بيعمل لي رغيف متوسط كده، لو حابين أصغر من كده ممكن نقسّم العجينة ل5 أو 6 يعملهم كده رغيفة ميني صغننين على قد كل واحد، وباشكِّل العجينة بالشكل ده كده. طبعًا اللي متابعني عارف طريقة التشكيل، بس يعني ما يمنعش إن إحنا نقول ونعيد ونزيد، في الإعادة إفادة، وكمان عشان حبايبي اللي لسه بيتعلموا إزاي يعجنوا ويشكِّلوا. بالطريقة دي كده هاقوم حاطة كور العجين على بورد تكون مرشوشة بالدقيق. رشة خفيفة كده من الدقيق ونغطيهم بفوطة ونسيبهم يرتاحوا كده حوالي ربع ساعة. بعد ربع ساعة هبدأ في التشكيل. عندي صينية كده وورقة زبدة هقول لكم هنستعملهم ازاي علشان يسهلوا علينا ان احنا ننقل العيش بتاعنا للفرن. هنرش السطح اللي بنشتغل عليه رشة برضو كويسة وكريمة من الدقيق، وناخد بقى الكورة أول واحدة شكلناها خالص، نبدأ باللي احنا شكلناه في الأول لأنه بيكون ارتاح أكتر فنقدر نفرده بسهولة. زي ما انتوا شايفين العجينة بتتفرد بسهولة جدا. نرش برضو رشة كويسة من الدقيق على الوش ونفردها. هما عادة هناك يعني في فلسطين حبايبنا بيفردوا العجين بإيديهم، يعني من الإيد دي للإيد دي، بس يعني خليني أكون واقعية ونديكوا الطريقة اللي تقدروا تنفذوها في البيت بالنشابة، مش هيحصل حاجة. سامحونا يعني لحبايبنا في فلسطين، علشان الناس كلهم يقدروا يعملوه في البيت. ارفعها كده على ايدي علشان انفض الدقيق الزيادة. هنقلها بقى على ورقة الزبدة اللي فوق الصينية وافردها بايدي برضو كده كويس، وسمك العجين ما يكونش لا هو رفيع قوي ولا تخين قوي، بالشكل والسماكة اللي انتوا شايفينها دي. كل ما هترققوا العجينة كل ما العيش بتاعكم هيبقى انشف يعني. بايدي ببدأ اعمل تنغيزات كده في العيش علشان ما يقبش مني جامد. ومية بقى بتخلي العيش يتأمر كده من الوش ببخاخ، او ممكن تبلوا ايديكوا كده شوية مية خفيفة وتمسحوا بيها على وش العجين. في الوقت اللي الرغيف ده بيكون بيستوي في الفرن بكون انا شغاله في الرغيف التاني. طبعا زي ما قلت لكم هو الطابون بيكون فيه زلط سخن، فممكن لو عندنا زلط يعني نضيف نحطه في صينيه الفرن ونسيبه جوه الفرن بتاعنا يسخن على اعلى درجه حراره. نسيبه مثلا نص ساعه ولا حاجه علشان نتاكد ان هو سخن سخن يعني جامد جدا. ودي طريقه ممكن تتنفذ بسهوله في البيت. انا ما عنديش الزلط ده ومش هقدر ان انا اعمله في البيت، فعندي الحجر بتاع البيتزا اللي انا استعملته قبل كده في الفيديو بتاع البيتزا، وبستعمله برضو في تسوية العيش البلدي. ومن غير حجر البيتزا ولا الزلط ولا الحجارة ولا أي حاجة خالص ممكن أسويه على صينية الفرن السخنة. أهم حاجة إن الرغيف بتاعي يلامس سطح سخن لما يدخل الفرن. لو هنسويه على الحجارة بعد ما بتكون سخنت كويس قوي قوي في الفرن بنطلع الصينية وناخد الرغيف هيلة بيلة كده بإيدينا ونفرده من غير طبعا ورقة الزبدة. نفرده فوق الحجارة وبندخل الصينية تاني للفرن. الفرن بتاعي شغال من فوق ومن تحت بقاله تقريبا نص ساعة على أعلى درجة حرارة. باخد الرغيف كده وزفلته فوق حجر البيتزا أو على صينية الفرن السخن، وراعوا إن هي تكون بعيد شوية مش قريبة قوي من الشواية علشان ما يتحمرش بسرعة ويتحرق. لو مفيش ورق زبدة ممكن نقلب الصينية ونحط دقيق على ظهرها ونستعملها زي المطرحة كده ننقل بيها العيش للفرن. عموما انا ورقة الزبدة دي استعملتها كذا مرة يعني هريتها استعمال. ممكن كمان ان احنا نسويه على الطاسة، نسخن الطاسة بتاعتنا كويس على نار متوسطة ونفرد الرغيف بالشكل ده كده. وبعدين اول ما يبدأ يتحمر شوية من تحت نقلبه ونبدأ نقلبه من الناحية للتانية لحد لما يستوي كويس. او اول ما يتحمر شوية من تحت ناخده ونرفعه كده بسباتيولا وننزله تحت الشواية زي طريقة العيش البلدي اللي انا عملتها معاكم قبل كده. الرغيف أول ما بيطلع من الفرن بيبقى ناشف، فلازم نلفه كده في فوطة كويس علشان نحافظ على طراوته. الرغيفة فوق بعض بيدفوا بعض كده ويخلوا العيش بتاعنا طري ولذيذ جدا. طبعا بعد ما بيبرد خالص بفضل ان انا احطه في الفريزر علشان احافظ عليه طازة وفريش لأطول وقت ممكن. عيش يعني عيشة يعني حياة، والعيش الفلسطيني هيفضل يتعامل في بيوتنا لآخر يوم في عمرنا مدى الحياة. اشوفكم على خير. سلام عليكم.